السلام عليكم ورحمة الله، كيف دايرين؟ كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. كيف ما كتشوفوا معايا اليوم غادي نحضروا طارطه ديال لا كريم. غادي نتفادى انني نعمل لا جينواز، غادي نستعمل معكم الكيك ديال الجزر اللي كيجي لذيذ في المذاق ديالو وسهل في التحضير، ما كيتطلبش مجهود وما كيتطلبش مكونات بزاف. وحتى الكريمه ان شاء الله غادي نحضروها بطريقه جديده ان شاء الله. والكريم كراميل ايضا غنحطو لكم في فيديو، والمقادير ان شاء الله تلقاو مكتوبه في صندوق الوصف. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي 5 البيضات، كاس كبير ديال الجزر محكوك او 2 جزرات متوسطين، كاس الا ربع ديال الجوز الكركاع يكون مهرمش، معلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه نص معلقه ديال الملحه. عندي سكر سنيده، كاس لاروب، كاس ديال الزيت. وهنا عندي الدقيق، استعملت 200 غرام بالضبط ديال الدقيق. والخمارات ديال الحلوى 2 من وزن 7 غرام. غادي نوضع البيض في اناء، ضروري البيض يكون بدرجه حراره المطبخ. كنضيف عليه السكر سنيده، ثم النكهه ديال الحامض. اسمحوا لي ما ذكرتهاش من قبل، ممكن تستعملوا نكهه الحامض او فاني باش ما بغيتو تنسموا. كنطربهم مزيان حتى يولي عندنا اللون ابيض، حتى يطلع البيض مزيان باش تجينا الكيك اسفنجيه وتجي مهويه من الوسط. ودابا غنزيد الزيت، فقط غنستعمل الطراب اليدوي. القرفه والقبيصه ديال الملحه وسكينجبير. ضروري ان شاء الله تجربوا هذا الكيك. واخا ما تبغيوش ديروا فيه لا كريم او كريم باتيسير، فقط استعملوه هكاك عادي. غادي نبدا نغربل في الدقيق. وغنضيف الخميرات للمجموع ديالهم 14 غرام، ثم الدقيق. غادي نضيف الجزر والجوز، ومن بعد غادي نشوف القوام ديال الكيك كيف غيولي. انا غادي تلاحظوا معايا في الاخير انني ضفت الكميه المتبقيه ديال الدقيق. ومن بعد غادي نزيد هاد الجوز. ممكن تستعملوا المكسرات يعني اللوز او حاجه اخرى، ولكن انا كنفضل الجوز صراحه، كيعطيها مذاق رائع وكيجي هكا رطب في الكيك من بعد ما كتطهى. انا استعملت هذا المول الطويل. دابا غادي ندخلها للفرن. وهنا غادي نحضروا الكريمه. كنحتاج لها كاس كبير ديال الحليب او ربع لتر، 2 دانونات ديال فلون كراميل وفلون كراميل كذلك، وكريم شانتيي. ضروري الحليب يكون بارد، انا كان بارد بزاف وفيه هكايا حبيبات مجمدين. وايضا فلون كراميل حتى هو درتو في الكونجيلاتور قبل ما نستعملو. ثم كنضيف الكريمه شونتيي.
كنخدم الكل جيدا حتى نحصل على قوام ديال الكريمه اللي غنزينو بها لاطارت ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذا هو القوام اللي كنحصل عليه. صراحه كتجي كريمه لذيذه لذيذه. دابا الكيك طاب لينا، خرجناه من الفرن. كيف ما كتشوفوا كيجي هذاك الجوز باين فيه الحبيبات ديالو كيجيو واضحين. هنا انا حضرت كريم باتيسير، هي اللي غادي نملأ بها الكيك. ممكن تعملوا هكا شكل ورود، ممكن تحطوا الكريمه من بعد تبسطوها بالسكين، لكم حريه الاختيار. انا فقط بغيتها تجيني شويه عاليه، وملي نقطعها تبان لي الكريمه اللي حشيت فيها الكيك. هاد الكيك ما كتحتاج تسقى، لان اصلا هي كتجي رطبه بالجزر اللي درنا فيها والجوز كيطلقوا هذاك السائل ديالهم، فكتجي مسقيه. كنوضع الطبقه الثانيه وكنخليها ترتاح في الثلاجه لمده 10 دقائق حتى تشد راسها. من بعد كنبداو في التزيين. من بعد دهنت الكيك ديالي بالكريمه اللي حضرت، وغادي ندير هاد الورود اللي هما ساهلين. من بعد غادي يعطيو منظر جميل وراقي. فقط كنعمل هكا وريضات. وها هو الكريم كراميل اللي سبق لي وحضرته، كيجي لامع ما شاء الله. غادي نوضعه في الوسط ديال الكيك. كنبدا نقاد هكا الجوانب. ممكن ديروا خطوط ديال الكريم كراميل تزيين يعني
كل واحد والاختيار ديالو وشنو كيحب في التزيين. انا هنا جبت من الجريده اوريدات، غادي نضيف واحد اللمسه خاصه على التورته. صراحه كيعجبني الورد بزاف، هادشي علاش اختاريت ندير هاد الزين. ممكن تكتفيو بها على هاد الشكل، ممكن تستعملوا اي حاجه عندكم ديال الزين. او ممكن تستعملوا خطوط ديال الكراميل. وهذا هو الشكل النهائي اللي غادي نحصلوا عليه. كيف ما كتشوفوا اللون كيجي جميل ديال الكريمه مع هذا الكراميل، كيجيو متواتين ما شاء الله. صدقوني كتجي لذيذه في المذاق، ماشي غير المنظر. ضروري ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير. في الجوانب انا استعملت كاوكاو كونكاسي. ممكن تستعملوا الكوك او لوز ايفيلي. انا توفر عندي كاوكاو. هنا غادي نقطع معكم تشوفوا كيف كتجي من الداخل. كنصحكم من بعد ما توضعوا الكراميل توضعوها في الثلاجه باش ما يبقاش سايح. انا كنحبو هكا يكون نازل من فوق الطارطه. كيجي هذا هو الشكل النهائي ديالها. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في لي كومونتير، وما تبخلوش عليا بلايك واشتراك. وشكرا بزاف على الدعم، وشكرا على المشاهده.